كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحيحه مزيانه. اليوم فيديو جديده كيف ما كتشوفوا من العنوان. اليوم غادي نخدم لكم مكياج اولا ميك اب توتوريال بالباليت ديال هدى بيوتي اللي اخيرا شريتها. المهم هذا كان طلب من واحد الاخت متتبعه، قالت لي عافاك ديري لينا توتوريالز بهدى بيوتي بالباليت ديال هدى بيوتي، وانا وافقت طبعا على الطلب، ما يمكنش نقول لها لا. واسمحوا لي بزاف حيت ما كنديرش بحال هذا النوع من الفيديوهات، لانه بكل صراحه السبب الاول لانهم ما كيتمشاوش في اليوتيوب، يعني ما مطلوبينش في اليوتيوب، لان اليوتيوب تبارك الله ما شاء الله عامر بالميك اب ارتست. فهاد الشيء اللي كاين، فقط كتبقى طريقه كل واحد مختلفه على الاخر وصافي، ولكن المضمون راه واحد. بالنسبه للسبب الثاني هو انني ما كنبغيش نكثر في الميك اب توتوريالز، لان الا كثرت في الميك اب توتوريالز يعني غادي نكثر من وجهي، يعني غادي نخرج على وجهي، وانا وعد بلا قالت انا كنخاف على وجهي بزاف، ما نكذبش عليكم كنخاف عليه من المكياج، رغم انني كنحب وكنحماق على شي حاجه سميتها المكياج، ولكن كنخاف انني نبقى نكثر عليه المكياج، لان من بعد كيبقى يبان واحد اللون ما كيبقاش يبان اللون ديالك الطبيعي. فمنين كتكوني بعيده على المكياج وكتبطاي عليه واحد المده، وجهك كيولي مشرق. والله العظيم الا كيولي وجهك كتبان فيه واحد النضاره، واحد الاشراقه، والحنيكات كيوليو محمرين من عند الله. داكشي زعما طبيعي تيبان الوجه زوين بزاف. وغادي تكونوا لاحظتوها في الفيديوهات اللي كان اغلب الفيديوهات كنطلع ما كنديرش المكياج، يعني كنكون هكاك طبيعيه كيما انا كنت خايبه كنت زوينه، المهم ما كنبغيش نديرو بزاف. فهادشي اللي كاين. السبب الثالث هو انني لست محترفه في الميك اب، يعني انا ماشي شي وحده اللي هي محترفه في الميك اب ولا دارسه المكياج ولا حتى شي حاجه، فقط كيعجبني الحال انني نديرو، كنستمتع باش كنطبقوا على الوجه ديالي، وعلاش لا كنتمنى زعما حتى انا نكون محترفه في وضع الميك اب وهذا. ولكن المهم انا غير كيعجبني كيبدل واحد شويه من النفسيه ديال الانسان ملي كتبغي ديال المراه ملي كتبغي دير المكياج. فهادشي اللي كاين. المهم ما نكثرش عليكم من بلا 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 بلا، نخليكم على فيديو. كنتمنى انكم تستمتعوا معايا، وغادي نطلب منكم فقط تسمحوا لي على وديت بعض المقاطع اللي غادي يكونوا شويه فلو ما باينينش مزيان، لانه صراحه التصوير بوحدي كيجيني صعيب بزاف، والكاميرا راه كنشوف غير في هذيك العوينه ديال العدسه ديال الكاميرا، ما عنديش شي واحد اللي غادي يقول لي واش مزيانه واش كنبان ولا ما كنبانش. فكنتمنى انكم تاخذوها بعين الاعتبار وفرجه ممتعه. واول حاجه غادي نبدا بها هي رسم الحواجب، ماشي رسم بالضبط، انما غادي نعمر البلايص اللي كيكونوا كيبانوا شويه خاويين. غادي نعمرهم بهذا القلم اللي دائما كنوريه لكم ديال الف. انا غنحاول نكتب لكم كاع لي برودوي باش خدمت في صندوق الوصف ان شاء الله. هذا ديال الالف، اللون ديالو شويه بني غامق. وبعدها غادي نضف تحت الحواجب ديولي بهذا الكونسيلر ديال او لونتيسيرن ديال ميبلين. ثم غادي ندير المرطب. كان عليا نديرو الصراحه قبل ما نبدا الميك اب هو الاول، ولكن معليش غادي نديرو عاد نخدم العينين. نخليه يشرب ليا وجهي يتشرب هذاك المرطب. ومن بعد غادي ناخذ الباليت ديالي اللي هي علاش داير الفيديو كامل. غادي ناخذ هذاك اللون البيج اللي غادي نحطه فوق الكونسيلر باش نثبت به الكونسيلر.
وبفرشاة عريضة شوية يعني غليظة غادي ناخد هاد اللون اللي سميتو الامبر، هكا مكتوب امبر. واحد اللون يعني في شي شكل غوز احمر، ما عرفتش كيفاش هذاك اللون. غادي نحطو على عظمة العين وشوية من الجفن المتحرك. ثم غادي ناخد واحد الفرشاة، يعني من بعد ما كندير هذاك اللون كناخد واحد الفرشاة نظيفة باش كندمج بها اللون، وفي نفس الوقت كنقص ليا يعني الا كان اللون مجهد كنقصو بها باش كيعطيني اللون خفيف وبارد كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي ناخد هذا اللون اللي حمقني وسطاني وما نعرفش اش نقول لكم، سميتو الزعفران، اللون الزعفراني سيفرن هكا مكتوب عليه. فعلا زعفراني رائع جدا البنات، غزال بزاف كيف ما كتشوفوا. غادي نديرو على فقط الجفن المتحرك ماشي على عظمة العين، غادي نحطو على الجفن المتحرك فقط. المهم ما تديوش عليا، انا راني كنت على الموسيقى ومشيت مع نسيت راسي واش كنتصور خديت راحتي. المهم انا داك الزعفران راه طحت فيه ما عقلتش، عجبني بزاف، حمقني وانا كعجبني الصراحه. ثم كل واحد يدير القياس اللي بغى. قولوا لي القياس اللي بغا كطيبي هنايا ولا ولا كدير المكياج بحال نيت لا كنطيب. وهنا درت هذاك اللون البغيون اللي كيبري حتى هو في نفس اللون تقريبا، باش عجبتني الباليت هي فيها الالوان متقاربين جدا باش كيعطيني هذيك اللمعه فوق العين. صراحه غزال بزاف، اللون كلهم زوينين عجبوني، لا بيغمونطاسيون داكشي زعما يا سلام كله زوين. من بعد كناخد هذاك اللون الابيض، القلم الابيض ديال العينين اللي تا هو من ويت ان وايلد، غادي نديرو في داخل العين. وايضا الكونسيلر اللون البرتقالي ديال ال اي جيرل غادي نديرو في بلاصه الهالات السوداء فين كيكونوا الهالات السوداء باش يتخباو ليا مزيان. من بعد غناخد هاد خافي الهالات ناقص ديال ناقص، كنت خديته في سيفورا. هذا البنات زوين بزاف بالنسبه للبنات اللي عندهم الهالات السوداء بزاف كيخرجوا ليهم، كيغطي مزيان. وغادي نحاول ايضا نقي به داكشي اللي خرج ليا من الاي شادو باش نخليو الخدمه تبقى نقيه. من بعد وبفرشاة مسطحة ورقيقة غادي ناخد اللون الاول اللي درت فوق عظمة العين، غادي نديرو كظل تحت العيون. غادي ناخد اللون الاول واللون الثالث اللي هو داك اللي فيه اللمعة، هما اللي غادي ندير تحت العين. ثم غادي ندير الايلاينر. صراحه الايلاينر ما درتوش غليظ، انا اللي كيهمني فقط هو داك الديل
هو اللي يبان، لان من بعد غادي ندير الرموش وما غاديش يبان هذاك الخط اللي دايز. فغادي ندير غير كيهمني غير الديل هو اللي يعطي منظر جميل. داكشي باش درت رقيق باش عاوتاني ما نغطيش على الاي شادو، وانا الاي شادو هو المهم عندي في هادشي كامل، بغيتو يبان. وغادي ندير ايضا الفونديشن او الفون دو تان ديال ميك اب فور ايفر. صراحه هذا الفون دو تان شويه افتح من اللون، يعني بدرجه من اللون ديال البشره ديالي. ملفك منين كنبغي نديرو كنخلطو مع فون دو تان اخر، ولكن هذه المره ما خلطوش، خليته هكاك. المهم فون دو تان مزيان، يعني غير هو شويه الثمن ديالو غالي شويه، وكاينين ما احسن منه ورخاص صراحه. من بعد غادي نعاود على الهالات بالكونسيلر ناقص، وحتى الجوانب ديال العين باش نقي كيف ما قلت لكم العينين من هذاكشي اللي كيخرج ديال الاي شادو، وهذا من هذوك الالوان، باش كتبقى ليا العين نظيفه وكتبان كتكون مبروزه. من بعد كناخذ الباودر ديال لوغا ميرسيير، هي اللي كنثبت بها هذاك الكونسيلر ديال تحت العين باش ما يتشكلوش ليا هذوك الخطوط. من بعد غادي ندير هاد الكونتورينغ ديال NYX او لا نيكس، كنقولوا ليه نيكس. غادي نحدد به الوجنتين والانف والجبين والجهه الذقن فين كيكون الذقن، اي باش كنديروا الظلال باش كيبان الوجه شويه شويه ضعيف. ومرحلة ما قبل الأخيرة بالنسبة للعيون هي الرموش. هنا الرموش اللي درت من ماركة كيس رخاص بزاف بالنسبة للبنات اللي في ميريكا، انا كنشريهم غير في والمارت. باللصقة ديالهم، حتى اللصقة من ماركة كيس مزيانة كتلصق، يعني تتقضي الغرض. ومن باليت ديال لانكوم غادي ناخذ الملمع الابيض، غادي نديرو في الزاويه ديال العين باش نبرز العين ديالي اكثر وتكون واحد الرؤيه اللي هي جميله. وطبعا ما غنساوش الماسكارا، حتى هي من لانكوم. هاد الماسكارا البنات اللي لقيتوها غزاله بزاف، عاوتاني هادي منين متى الصراحه وهي عندي دابا راه تقادت كاع. غزاله جدا جدا، ومنين منين كتنشف وكتبغيو تحيدوا المكياج ما كتوسخش الدنيا. المهم كنديرها لتحت تحت الجفر الرموش التحتانيه، وكنديرها حتى الفوقانيه باش يتلصقوا ليا الرموش الاصليه مع الرموش الاصطناعيه. من بعد ما طبقت الفراجو ديالي جيت لهنا ندير اخر اللمسات اللي هما الهايلايتر. ومن لا يحب هذه اللقطه الجميله، الهايلايتر ديال انستيجيا بيفرلي هيلز. اصلا هو اللي عندي هاد الساعه، مازال ما خديت حتى شي هايلايتر اخر. من غادي يتقادى عاد غناخد شي واحد اخر.
ومن بعدها غادي ناخذ الغوج اليف حتى هو ديال ويت ان وايلد، حتى هو رخيص بزاف، كاين في والمارت وكيعجبوني بزاف. هاد لا مارك في لاكورا كتعجبني بزاف. المهم اللون مايل شويه اللون اللي درت ديال فاغابو بيير. غير هو البنات راه ما معيقش بزاف. من الاحسن ملي كتكونوا خادمين العين بزاف كثيره ديروا غير شي عكر اللي يكون بارد باش يبانوا العينين اكثر. وهذا لو لوك النهائي، كنتمنى انه يعجبكم بزاف. حتى لهنا غنكون ساليت الفلوغ حتى لهنا غنكون ساليت الفيديو ديالي. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهذا لا فيديو. الا كان عجبكم طبعا ما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي تعليق للتشجيع. والا كنتي اول مره كتشوفي هذا لا فيديو كنتمنى انك تشتركي معايا في القناه. نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو مقبل ومحتوى جديد. السلام عليكم، باي.